السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كثير منكم طلبوا تعتيق العود، طريقة تعتيق العود، فالوالدة طلبت مني اني اصور لكم طريقة تعتيق العود. هنا معانا احنا عود اي نوع عود، بس تكون حقه كذا، تكون الخشب حقه، ولازم كمان ماء الورد. تاخذي علبة ماء الورد على 3 أكواب بحق الشراب، 3 قلاصات عود. معنا احنا هنا مخلط العطور، اي عطر انت تحبيه، لا تقيس يعني، لا تتقيدي بعطر اي حد، اي عطر انت تحبي ريحته سوي منه مخلط. هذا مخلط، وهذا هنا عنبر اللي ريحته مش حلوة، بسكب منه بس شوية مع ماء الورد. وهنا هذه لدنة معتقة مع خضاب اللي نعملها للبخور، فيها عطور وكده. انا بس باخد العطر اللي هنا حق اللدنة شوية بس علشان يخلي في العود ريحة ثابتة وحلوة. وهنا معايا كمان نص التولة، هذه نص عطر برضه مخلط، اي حاجة، اي مخلط عندك خلطي. هنا تجيبي اي علبة عندك، عاد زجاج، اي علبة عندك تجيبيها تعملي فيها العود كله. وبعدين تجيبي ماء الورد تسكبيها في العود، تسكبيها كله في ماء الورد، تسكبيها بالعود كله. وهنا العنبر اللي هو ريحته مش حلوة تسكبيه برضو قليل وبس. وهذه اللدنة المعتقة مع الخضاب اللي كلمتكم عليه، تسكبوا بس شوية، تمام. وهنا العطر اللي هو مخلط كلهم تسكبيهم مع بعض. طبعا والله العظيم هذا العود ريحته بدون ما تعملي له بخور او تعملي له اي شيء، بعد ما تعتقيه ثاني تطرحيه على الفحم وتكون ريحته حلوة. بس اني اعمله عود ملبس، بعمل فيديو على العود الملبس بالعود هذا. خلاص بعد ما عملتهم كلهم مع بعض اغطي على العلبة وتضلوا تعملوا علشان كله يتجانس مع بعض، كله يتعتق يدخل لما داخل في العود. وتطرحيها بكبت او باي مكان. تاني يوم بتجي هذا المي اللي هنا، مش عارفة اذا يبان لكم بالكاميرا او لا، هذا المي بتجي بكرة وهو قد خلاص ناشف، ما عاد اي قطرة بيتشربوا العود. بوريكم معي عود من قبل معتق بدي الطريقة. هذه عود من قبل معتق بنفس الطريقة، شوفوا. هذا الآن على طول، بس لو عملته بالفحم وطرحته على النار بيطلع ريحة حلوة كأنه عود أصلي، والروايح اللي انت تشتيها. بس أنا هذا العود راح أعمل طبخة فيه اللي هو العود الملبس، وراح أصور لكم هو، إن شاء الله تكونوا استفدتوا، واستنونا بفيديو تاني.